This is a message from the government of the People's Democratic Republic of Algeria. You said America first? America first. And many countries in the world claim to be the best countries in the world. Losers. Very dumb. Because Algeria is the best country in the world. I'm not even kidding. Maybe even the universe. It's not called Nigeria. It's called Algeria. The best and bigger country in all of Africa. And the country of 1.5 million martyrs. We have had one of the best soccer teams on the planet. And it would be a huge mistake if you chose another country other than Algeria as a second country. It's true. Look, and we know that you have a big tower. It's huge, and that's true. Algeria has one too. It's huge, and that's true. And it's called Maqam Rashid, okay? So it's as huge as yours. And you'll have walls. مرحبا بك ترامب معنا في هذه الحلقة الجميلة. طبعا الحاجة الأولى شعرك شباب بزاف، راني نشوف فيه باللي راك خادم فيه بزاف. صح قول لي حاجة الأولى، علاش حاب تبني لنا حيط في الجزائر؟ الحيط هذا تاعش، قول لي. اسمعني مليح، انا اول حاجه حبيت نشكرك على تعليقك على شعري شباب بزاف. راك عارف نستعمل غير هذه شولدرز برك، يعني هذيك القرعه الصغيره هذيك نستعملها كل يوم. بصح انا بغيت نبني حيط كبير بزاف، حبيت نديرو في البحر الابيض المتوسط باش يحبس الجزائريين ما يروحوش فرنسا. انا حاب الجزائريين يجوا عندنا، الامريكان يعرفوا يطيبوا اللوبيا، يعرفوا يطيبوا البطاطا، ينقوا البطاطا، ينقوا اللوز، يديروا كل شيء. هذوك ناس فور بزاف ورانا مستحقينهم هنا. احنا ماذا بينا نكملوا هذا الحيط بالخف ونبنوه بالدرهم تاع الجزائريين هكا باش يجوا لعنا. صحيح ترامب، راني فاهمك واش تقصد. صح قول لي، سمعت بالبنان كي راه غالي في الجزائر ولا لا؟ انا راني حاب نقول لك حاجه. انا هذه قصه البنان راني سمعت بها، راهي دايره ضجه كبيره. انا بغيت نشرح لك حاجه صغيره. انا راني شريت البنان تاع الجزائر الكل، راني شريت بالك 90% منها. لهذا ما بقى والو، انا بالعاني درتها باش الاسعار ترتفع في الجزائر، وراح يجوا عنا الامريكانيين، يجوا عنا هنا الامريكان. ايوه هذه غرفه عجيبه. شوف هذه البلاصه اللي مخبي فيها البنان اللي شريته من الجزائر. هذه البلاصه راهي معمره بنان تحت الارض فوق، راهي في جميع النواحي، يعني قاع مغطيه بالبنان. انت ماكش تشوفوا باش الجزائريين ما يقبضوناش ويقعدوا يهضروا علينا. راك تشوف فيها غرفه كبيره شابه راهي صفراء باش تعكس يسمى اللون الاصفر. بارك الله فيك. انا نقول لك باش تفكرني بالبنان، هذه الغرفه يعني نديرها هكا في المكتب تاعي، وما طلع لي ثمن نقي حبه وناكل. على بالك بنان تاع الجزائر مليح بزاف، وعلى هذا انا حاب الجزائريين يجوا عندنا الامريكان. هذاك الحيط راك تشوف فيه ثم هذاك هو معمر بنان، وهذاك الحيط الزاوج هذاك فيه البنان الخضر، وهذاك اللي تشوف فيه ثم هذاك التواتي كان يعاوني نبيع في البنان في الامريكان. باخدش بغوتاش يخمج، يعني قاعد نبيع في السوق معاه، كنا نبيعوا يعني 5 كيلو في النهار عادي. الشعب كان يعجبه البنان تاع الجزائر مليح.